اهلا شباب، النهارده ده اول فيديو تجريبي من سلسله قادمه واللي هنهي فيه الجدال بين جولب والين اكس ومين الاقوى فيهم. فقبل البدء ما تنساش اللايك والاشتراك ويلا نبدا. في البدايه نبدا بتعريف الشخصيات وكده. احب اقول لك ان المعلومات اللي هتسمعها عميقه جدا وتقريبا ما اتذكرتش قبل كده، وخلينا نبدا بالين اكس وهقول لك شويه حاجات سطحيه عن الين اكس. هو عباره عن كائن فضائي من فصيله السيليستيسيبيان، والين اكس حاله نادره من الفصيله دي. هو اقوى منهم بمراحل كبيره. على سبيل المثال اي كائن من الفصيله دي بيتاثر بغبار النوم بتاع نمينا، بس الين اكس مش بيتاثر بيه. وفي شويه معلومات الكل عارفها عن الين اكس، زي انه بيقدر يوقف الوقت ويرجعه، وكمان بيطير وسريع جدا وبيقدر يدمر كواكب، وجسمه صلب غير قابل للاذى، وحاجات تانية كلنا عارفينها واتهرت كتير قوي. من صفات السيليستيسيبيان ان بيكون جوه كل واحد فيهم شخصيتين هما اللي بيكونوا تقريبا بيتحكموا فيه، زي انهم يسمحوا له يعمل كده او ما يعملش، وده بيكون صعب جدا لانهم بيكونوا عكس بعض. واحد فيهم طيب وهادي والتاني بيكون متعصب دايما ومش طايق حد، فانك توصل لاتفاق بين الاتنين دول بيكون حاجه مش سهله خالص. من الناحيه الايجابيه ده شيء كويس لانه بيخليهم يفكروا كويس في كل خطوه هيعملوها، وبيخليهم اذكى المخلوقات في الكون. وبرضه في نقطه سلبيه، هو انهم خلال الوقت اللي بيفكروا فيه بيكون الجسم ساكن مش بيتحرك، فده ممكن يسبب له مشاكل خصوصا لو كان في معركه. وده كان التعريف السطحي لقوى الين اكس، ولسه ما اتعمقناش. قبل ما نتعمق هشرح لك شويه حاجات كده علشان ما تتوهش مني. في واحده من الحلقات البروفيسور بارادوكس قال ان عالم بنتين يتوافق مع الفيزياء المتقدمه، بمعنى ان عالم بنتين يعتبر نفس قوانين العالم بتاعنا. هتقولي استفدت ايه؟ برضه هنستفاد ان النظريات اللي اتعملت في عالمنا هتطبق برضه جوه عالم بنتين. اول نظريه وهي الاوتار البوزونيه، دي بتفترض ان الكون عباره عن 26 بعد، احنا عايشين بس في 4 ابعاد، 3 منهم مكانيه اللي هم الطول والعرض والارتفاع، وبعد زمني اللي هو الوقت. ماشي، انا استفدت ايه برضه من حصه الفيزياء دي؟ في واحده من الحلقات كائنات النالجنس قالت ان عالم بنتين عباره عن 26 بعد، وكده يكون نوع الكون اللي عايش فيه بنتين اللي هو كون متعدد من الدرجه الثالثه. يعني ايه درجه ثالثه؟ يعني دماغ لفت بجد. جه واحد اسمه ماكس تجمارك قال لك ان الكون بينقسم كل مره بتختار فيها اختيار مختلف، وده بيخلي فيه عدد غير نهائي من الاكوان. على سبيل المثال لو بتمتحن وقدامك اختيارين الف وباء، وانت اخترت الف، هيكون في كون تاني اتعمل، بس في الكون ده انت اخترت باء، وباقي حياتك اترتبت على الاختيار ده. ومن التجارب الشهيره في كده هو الشق المزدوج اللي شفناه في ابطال التايتنز. مرحبا، أنا على وشك شرح العلم التقني لفيزياء الكم. ضعوا شقين على الحاجز أمامكم وأمام الجدار لأشرح لكم. سيكون الاختبار مفيدا لكم عن لغز الكم. علني أفهمكم. ارموا الإلكترونات عبر الشقين، قولوا علامة تحصلون. ارموا الإلكترونات عبر الشقين، قولوا علامة تحصلون. إن تركت رمزا كالأمواج على الجدار ماذا نقول؟ جزيئات ضئيلة منفردة دون ذرية تحيط بنا وهي شريرة. ارموا الإلكترونات عبر الشقين، قولوا علامة تحصلون. ارموا الإلكترونات عبر الشقين، قولوا علامة تحصلون. وإن ألقينا نظرة فاحصة تتغير حقائق هذه المحادثة، وإن تفحصنا جيدا سندرك أن الإلكترون مكانه لا يتحرك. ارموا الإلكترونات عبر الشقين، قولوا علامة تحصلون. ارموا الإلكترونات عبر الشقين، قولوا علامة تحصلون. اتمنى تكون فهمت بعد ده كله. المهم ان بين عايش في الكون والبعد ده، بس كمان في اكوان تانية في بين. البروفيسور بارادوكس وهم ماشيين شاور على بعد وقال انه شغال بقوانين فيزياء مختلفه. There's nothing on my instruments. Understandable. There's nothing outside either. You see that faint glow in the distance? A star? Actually, it's the universe. We're in the space beyond. Then what's that? That is the next universe over. I don't like it at all. The physics are terribly counterintuitive. بيكون فيها مثلا الحديد هو اللي بيطفو والخشب بيغوص والنار هي اللي بتولع الميه وحاجات كده، وده يعتبر كون من البعد الرابع حسب برضه نظريه تجمارك. تخيل بقى ان الين اكس يقدر يتحكم في الاكوان دي كلها ويغيرها بمزاجه. يعني ممكن يصحى الصبح يخلي الكون التالت رابع والرابع سابع، وكده نروح لفرضيه تانية وهي الكون الرياضي، بمعنى ان يكون في كون جوه كون. يعني انت مثلا بتلعب لعبه في عالم اللعبه جوه العالم بتاعنا، بس اللعبه ما عندهاش عقل تفكر بيه ولا كائنات حيه، فده مجرد عالم افتراضي. بس قلت لك عشان تفهم، في عالم بنتين موجود الكون الرياضي ده، وهي الأومنيتريكس اللي هي عالم كامل لوحدها، وده بيأكد النظريه اللي عملها تجمارك وهي الكون الرياضي. الراجل ده فاضي كل شويه يطلع بنظريه. المهم لما الكون اتدمر بكل اللي فيه حرفيا من ابعاد وكل شيء، الين اكس بقى قدر يرجع كل حاجه من ابعاد وخطوط زمنيه واكوان موازيه واكوان رياضيه وكل حاجه ذكرناها. فده شيء كافي يقول لك ان الين اكس مستهانش بيه خالص. من بعض القوى الثانيه الالين اكس جزء بسيط منه قدر يخترق البعد الخامس وقدر يتفوق على جهاز الكورونا نافيجيتور، وهي الساعه بتاعه بارادوكس اللي بتخليه يسافر بين الابعاد والزمن، وكمان قادر على تدمير الخطوط الزمنيه وتدمير الواقع. وبارادوكس قال ان هو اقوى جهاز اتعمل في الكون. Yes, but in anyone else's hands but mine, it could cause irreparable damage to the time stream, or destroy all of time and causality itself. In any event, I couldn't possibly give you the Chrono Navigator even if I wished to do so, because I don't have it. ومفيش قوة تقدر تعمل زيه، وده طبعا باستثناء الين اكس اللي يقدر يعمل كل ده بصباع رجله الصغير. شيء تاني ان فصيلة الين اكس بيبص على عالم بنتين على انه خيال،
او لعبه، مش عارف اوصف ازاي بالظبط، بس هما في مستوى الميتا نيراتيف، وده معناه انهم يقدروا يلعبوا في القصه بتاعه الكرتون ويقدروا يغيروا الشكل. وده اللي بيحصل على فكره من اول بنتين كلاسيك لحد بنتين روبوت. كل شويه استوديو العمل يقول لك ان الين اكس كان زهقان فغير شكل الكرتون، وده بجد تم التصريح عنه. ومن خلال كل ده اتضح ان الين اكس عنده القوه اللانهائيه المطلقه، لانه تقريبا زيه زي الكاتب بالظبط، يقدر يعمل اي حاجه في خيالك جوه الكرتون. خلصنا اخيرا من عمك الين اكس وعرفتك على مقدار قوته بالظبط. نخش بقى على جولب. وطبعا في كتير منا عارف قوه جولب، بس هقولها لك تاني هي والمعلومات العميقه. اولا جولب يعتبر تجسيد الفوضى في عالم وقت المغامره، بمعنى تاني هو حاجه كده زي النحس، المكان اللي بيروحه بسبب التاثير المنيل بتاعه بيتقلب المكان لفوضى وبتحصل فيه حرب وبيحصل حاجات كتيره مش كويسه، وهو من الوحوش الاوائل في وقت المغامره وغير قابل للتدمير باي نوع من الضربات ولا السحر، وبيخلي السحر ملوش لازمه قدامه، وعنده قدره تشويه الواقع ويقدر يغير في اي حاجه قدامه، زي ما شفنا ميسي كليتش وغير من هيئته الفيزيائيه خالص، وعنده القدره على التنقل بين العوالم بسهوله، وبيكون قاعد في الفراغ وده البعد الخاص بيه، وبيجي لما تستدعيه طقوس غريبه، وبيقدر يحول الكائنات لوحوش تابعه ليه وبتكون قويه جدا. ده غير انه يقدر يمحيك من الوجود تماما، يعني كانك ما اتولدتش اصلا. وحاجه تانية انه مش بيتكلم خالص، حتى لما بيت اندمجت معاه ما اتكلمتش برضه، بس تواصلت مع سايمون جوه عقله، يعني من قوه جولب انه يقدر يدخل جوه عقلك ويتواصل معاك. وركز في النقطه دي كويس. وفي عالم وقت المغامره محدش يقدر ياثر على جولب، وكذا مره حد يروح لبريزمو ويطلب منه امنيه متعلقه بجولب زي بتاعه رجل السحر او بتاعه سايمون، بس بيقول له انه ملوش تاثير على جولب. ولكن جولب عنده نقطه ضعف سخيفه وهي الموسيقى. الفكره نفسها مش الموسيقى. في اخر حلقه في وقت المغامره لما كلهم غنوا، اللي سبب فعلا ضرر لجولب ويعتبر شيء بسيط هو انهم كانوا متناغمين، وده عكس صفات جولب وهي الفوضى. فانت لو عندك القدره على التناغم مع اللي جنبك هتسبب ضرر لجولب، وعلى حسب كميه الناس اللي هتغني معاهم وتتناغموا مع بعض. التناغم اسمه مقرف الصراحه، مش هقوله تاني. المهم دي نقاط القوه ونقاط الضعف عند جولب، وعرفنا برضو نقاط القوه ونقاط الضعف في الالين اكس. وخلينا نبدا المواجهه. خليت الذكاء الاصطناعي يعمل مواجهه بينهم، ودي كانت النتيجه. مش عارف ايه ده بصراحه، بس المهم خلينا نتوقع المواجهه. اولا نقاط ضعف الشخصيتين. الين اكس نقطه ضعفه الوحيده انه بياخد وقت لما يقدر يتحكم في نفسه بسبب انه بيقنع الشخصيات اللي جواه، وخلال المده دي بيكون ساكن مش بيتحرك. اما نقطه ضعف جولب هي الاغاني والموسيقى، فهتكون المواجهه مش عادله زي ما الناس فاكره. هيكون في اكتر من سيناريو للمواجهه. جولب مش عارف الصراحه عنده ذكاء ولا لا، بس اكيد كان زيه ذكي، بس الين اكس اذكى بمراحل. المهم وقت ما الين اكس بيقنع الشخصيات اللي جواه، جولب عنده القدره انه يدخل جوه عقله ويعيشه في هلاوس، وممكن كمان يلعب في قرار الشخصيات او يمنعهم من انهم يدوا الارادة الكامله لالين اكس، بس ده يعتبر احتمال ضعيف. الين اكس عنده القدره على العقليه الكافيه انه يمنع دخول جولب لعقله، فمحاوله فاشله من جولب. والين اكس هيتحكم في نفسه وهيجيب اكبر سماعه ويشغل له اغاني وخلص الموضوع، ودي نهايه الفيديو. لا بهزر طبعا، بس مقدار قوه الين اكس اكبر بكتير، حتى قوته الجسديه، فلو تواجهه جسديا هيكسب برضه. يعني جولب احتماله الاكبر السحر، عمرنا ما شفنا اي حركه ليه. ده في واحد من كوميكس وقت المغامره بنشوف هونسون ابديت ضربه في وشه وهزمه بكل سهوله. فبعد ده كله بالنسبه لي الين اكس هو اللي هيفوز. ولو عندك راي تاني اكتبه لي في الكومنتات، واستنى السلسله الجايه. ودي نهايه الفيديو. سلام.